صلوا على من قد سما مشرفا معظما. نكمل إن شاء الله تعالى في الدروس الرمضانية، ونكملوا في معنى وشرح معنى شهادة أن لا إله إلا الله، اللي قالوا العلماء اتفقوا عليه، وقالوا أظن المصري مثلا تلميذ الإمام مالك، وكذلك الإمام أحمد: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني الإنسان أي حاجة تخيلها في دماغه، أي حاجة الإنسان تخيلها في ذاته، فالله تبارك وتعالى بخلاف ذلك، يعني ماشي هي الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان معمره ما يمكن يتخيل الله تبارك وتعالى. إن أي حاجة كنتخيلوها حنا، كنتخيلوا واحد الجسم، كنتخيلوا واحد الأشياء معهودة، الأشياء معروفة، كنقارنوها دائما مع الأشياء اللي فايت عرفناها، ونقارنوا الله دائما مع الأشياء اللي عارفينها في حياتنا حنا. فإذا مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن أي حاجة تخيلناها راه تكون مخلوقة، والله تعالى هو خالق الإنسان وخالق كل المخلوقات، فحاشا أن الإنسان يقدر يتخيل الله تبارك وتعالى. اللي شاء الله لابد يحصل ويكون، أي حاجة شاء الله تبارك وتعالى لابد تكون، ما يمكنش شي حد يقدر يوقف مشيئة الله تبارك وتعالى. كذلك اللي ما شاءش الله تبارك وتعالى ما يمكنش تحصل، وما يمكنش تكون، وما يمكنش توقع، لأن الله تبارك وتعالى نافذته ومشيئته نافذة. مشيئته نافذة بمعنى أنه ما يمكنش شي حد يوقف في الطريق ديال المشيئة ديال الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيشد واحد من البنيات ديالو وكيجلسها عنده وكيقول لها: قولي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما روى أبو داود في السنن. لا حول ولا قوة إلا بالله، اسمع وفهم معناها بانتباه، لأنه كثير من الناس كيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن ما فهمش شنو المعنى ديال لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقدر على الطاعة إلا بعون الله، يعني ما يمكن تدي شي فريضة ولا تدير شي حاجة ولا تدير شي طاعة من الطاعات إلا إذا قدرك الله عليها، بمعنى إلا إذا الله تعالى مكنك تديرها. هذه هي لا قوة إلا بالله. وما تجتنب المعصية إلا بحماه، ما تقدرش تجتنب المعصية إلا إذا عصمك الله تبارك وتعالى من هذيك المعصية. يعني لا حول، يعني ما نقدروش نجتنبوا واحد المعصية إلا إذا عصمنا الله منها، ولا قوة، يعني ما نقدروش بلا قوة لنا على الطاعة إلا إذا أعاننا الله تبارك وتعالى عليها. هذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو أيوب الأنصاري: يا أبا أيوب ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنسان مزيان يكتر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا كان عارف المعنى ديالها يكون أفضل ويكون أزكى، لأن الذكر كل ما كان الذكر باستحضار المعنى ديالو كل ما كان أحسن، وكل ما كان مفيد، وكل ما كان الثواب ديالو أعظم عند الله تبارك وتعالى. أنه كيصلي وكيصلي بلا خشوع، ماشي بحال اللي كيصليو بخشوع، وماشي اللي كيذكر بلا خشوع غير بلسانه وقلبه بعيد، راسه بعيد، ماشي بحال اللي كيتكلم بلسانه، يعني كيذكر الله بلسانه وقلبه حاضر في معاني هذاك الذكر اللي كيقول فيه. قولها ينفع المئة أمر مهم، القليل فيها يا سيدي الهم. قول لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا العلماء كتسمع وكتنفع أكثر من 100 أمر، 100 شيء. أقل شيء من هذه الأمور هي الهم. إذا أنت مهموم وعندك الهم وعندك مشاكل إلى غير ذلك، وكثرتي من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، مثلا شي التسبيح ديال الإنسان ويبقى يذكر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستحضر المعنى ديالها النهار كله، علم أن الله تبارك وتعالى غيبعد عليك الهم وغادي يفرج عليك. كما كتشوفوا كتلاحظوا في حياتنا العادية، لا حول ولا قوة إلا بالله كنقولوها غالبا باش كل إنسان مثلا في قلق ولا في هم ولا في مشكل ولا أمر عسير، يعني ما سهلش علينا، كنقول لا حول ولا قوة إلا بالله باش الله تعالى يفرج علينا هذاك الهم. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله
كتدفع كذلك الأمراض، كتدفع كذلك الدفع كثير من المصائب، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة. معنى لا إله إلا الله كتضمن كذلك أن كل ما هو في الكون خلقه وكونه الله رب العالمين. يعني أي حاجة مخلوقة فالله تبارك وتعالى هو اللي خلقها، لأنه لا إله إلا الله من بين المعاني ديالها لا خالق إلا الله. ممكنش يكون شي خالق آخر مثل الله. إذا كان شي حد كيخلق كذلك إذا هو إله، لأن الخلق اللي هو شنو هو الخلق؟ اللي هو كنسموه إبراز من العدم إلى الوجود، يعني الحاجة ما كايناش وتوجدت من العدم، من لا شيء، من لا شيء، فهذا ما يمكن يديره إلا الله تبارك وتعالى، واللي له القدرة أنه يخرج واحد الأمر من العدم إلى الوجود. أما مثلا مذكور في القرآن أن الله تبارك وتعالى قال سيدنا عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. بعض الناس ما فهم والو، قال لهم لا ولكن عيسى تو كيخلق. عيسى ما كيخلقش، لكن عيسى كان عليه السلام النبي المكرم كان يصنع من الطين، لأن الله تعالى قال له وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني تخلق من الطين، لأن احنا قلنا الخلق هو إبراز من العدم من لا شيء إلى الوجود، ويخلق من الطين معناه يصنع من الطين شكل طير فيطير بإذن الله. يعني الله تعالى كيخلق فيه هذاك الروح باش يطير، ولكن غير كيخفى على عيون الناس وكيسقط هذاك الطير، ما كيبقاش عايش. فإذا إذ تخلقوا معنى إذ تصنعوا، هذا المعنى ديالها. أما لا خالق إلا الله، لأن الله تعالى كيقول في القرآن هل من خالق غير الله وخلق كل شيء. يعني الله تعالى هو خلق كل شيء، والطبيعة مخلوقة ما تخلق شيء. لأنه شاع عند في ألسنة بعض الناس كيقول لك الطبيعة كتخلق أمور عجيبة. مش كتخلق الطبيعة؟ الطبيعة هي أصلا مخلوقة، الطبيعة مخلوقة ما تخلق شيء. الله خالق كل شيء. طبيعة ما عندها روح، طبيعة ما عندها قدرة، طبيعة ما عندها اختيار، ما عندها مشيئة. والخالق لا بد يكون له القدرة وله الحياة وله المشيئة، يريد هذا ويريد هذا ويريد هذا. ما الطبيعة شنو هي؟ أشجار، جبال، مياه، بحار. شنو هي الطبيعة؟ لا شيء. فإذا حذاري وحذاري، لأن بعض الناس كيتكلم بهذا اللهجة كيقول لك كما كيقول بالفرنسية لا ناتور في دو بيل شوز، أو يقول لك الطبيعة كتخلق أشياء عجيبة. الطبيعة ما كتخلق شيء، والإنسان يجتنب هذا القول لأنه فيه إشراك بالله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله؟ قال الله تعالى هل من خالق غير الله؟ يعني ما كاينش خالق من غير الله تبارك وتعالى؟ لا، حاشا. الإنسان ما يخلق أفعاله، لا حركاته ولا أفكاره. الإنسان ما كيخلقش أفعاله. احنا كنديروا السبب، معناه أنا كنقصد نحرك يدي مثلا، والله تعالى هو اللي كيخلق هذيك الحركة. الإنسان أي حركة وأي فعل وأي شيء بغا يدير الإنسان كيقصد، كيوجه القصد باش يدير هذاك الشيء، والله تعالى كيخلق هذاك الأمر. والدليل يعني من الأمثلة اللي أعطوها العلماء كدليل، قالوا مثلا السكين ما كيخلقش الذبح أو القطع كيخلق الله تبارك وتعالى. والأكل ماشي هو اللي كيخلق الشبع كيخلق الله تبارك وتعالى. إنما كيكون الأكل سبب، إنما السكين كيكون سبب، إنما كيقطع هذاك السكين بمشيئة الله وبخلق الله. وإلا ما شاءش الله وما خلقش الله هذاك الذبح، السكين ما يذبحش. والدليل أن سيدنا إبراهيم لما أخذ سيدنا إسماعيل بنه وبغى يذبحه شدو وكيذبح بالسكين، ما كيذبحش السكين، كيحاول يذبح من جديد، كيحاول يذبح بقوة. والسكين مع أنه مضاه مزيان هذاك السكين، لأن سيدنا إسماعيل ذبيح عليه السلام من الأنبياء الكبار، قال ليه يا أبتي يعني مضي هذاك الموس باش تقطع ويكون ذبح سريع وأسهل عليا. فحاول، ولكن ما ذبحاتش هذيك السكين. لو كانت هي كتذبح وكتخلق الذبح لخلقت الذبح من غير مشيئة الله، ولكن لأن الله هو خالق الأسباب اللي هي السكين وخالق المسببات اللي هو الذبح،
ما شاءش واخذ يخلق في هذاك الامر. بعض الاحيان الانسان كاين اللي كيشرب بحال هذاك اللي قتل الحسين عليه السلام. قتل الحسين كان غادي يمشي يشرب في البير فاش كان في العراق في كربلاء، وهو لاح عليه واحد النبل تخليه من هنا، ما خلاش يشرب، حال بينه وبين الماء. دعا عليه سيدنا الحسين وسيد شباب اهل الجنه، دعا عليه، هذاك كيشرب وما ما كيرتواش. الماء حتى تفرقع يعني ما رواش الماء هذاك العطش، لان الماء ماشي هو اللي كيخلق الري، اللي كيخلق الارتواء هو الله تبارك وتعالى. وخير دليل على ذلك من بين الادله ان واحد المراه سميتها رحمه، كان واحد الواقعه، كان واحد العدو ديال المسلمين هجم عليهم وراجلها مات في الدفاع على البلاد، مات شهيد. وهي كانت كتصلي من بعد، يعني عندها وليدات صغار، وكانت كتصلي وهي في السجود نعست شافت راسها في الجنه وغاديه كتقلب على راجلها، هو مع الشهداء اللي كانوا ماتوا في ديك المعركه. قالت شويه تلقيته هو يستأذن، قال لهم واش كياكلوا هما في الجنه، قال لهم واش تأذنوا لي نعطيها شويه؟ قال لك عطاها شويه، قالت لك عطاني شويه، درته في فمي، قالت احلى من العسل وابيض من الثلج، خبز. قالت لك ملي فقت من منامي هذاك الطعم باقي في ذاتي، من هذاك النهار عمرها ما كلات والو، سنوات وسجنوها وحبسوها على اساس انها كذابه الى غير ذلك، وما لقاوش انها كتاكل. وكتجي الماكله يعني كتأفف منها، ما كتبغاش الماكله، ريحتها ما كتعجبهاش. باش بخلق الله تبارك وتعالى دائما شبعان، ماشي بشي اكل. فاذا الله تعالى هو اللي كيخلق الامور، الله كيخلق حركاتنا وكيخلق افعالنا، ماشي حنا اللي كنخلقوا افعالنا. كان خير او شر الله تعالى اللي كيخلقه، لكن الشر منسوب لهذاك الانسان اللي دارو، اما الخير منسوب الله تبارك وتعالى. يعني قدر الله خير اللي هو الصفه ديالو، الفعل ديالو خير. اما هذاك الشيء المخلوق المقدور كنسميوه هذاك هو الشر. والله تعالى قال في القرآن الكريم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالله خلق الخير وخلق الشر، وهذا كمال في حق الله تبارك وتعالى. إنه قلنا في الأول أنه يمكنش حد يخلق من غير الله تبارك وتعالى، فأي حاجة لابد يكون الله تعالى هو اللي خلقها. وأكبر شر في هذه الدنيا شنو هو؟ إبليس. الله تعالى اللي خلق إبليس، أليس هذا صحيح؟ الله تعالى خلق إبليس. وما الإنسان إلا الكسب. توكل على الله هو خير وحسب. الإنسان كيكتسب هذاك الشيء، قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. النفس لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، فأنت كتوجه القصد باش دير هذاك الخير، الله تعالى كيخلق هذاك الخير وكيتحسب لك انت في الحسنات ديالك، وانت كتوجه القصد باش دير هذاك الشر، والله تبارك وتعالى كيخلق هذاك الشيء وكينتسب لك، كتكتسب انت، معنى انه كيكون محسوب عليك شر انت اللي درتيه. كما قال النسفي اذا ضرب انسان زجاجا بحجر، الى انسان ضرب زجاج بحجر، فالضرب والكسر والانكسار كل بخلق الله. هذاك الضرب فعل يعني، والكسر والانكسار كاس تهرس كله بخلق الله. وما للانسان الا الكسب، يعني انت اكتسبت هذاك الفعل اما لك واما عليك. والله تبارك وتعالى اعلم واحكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.